ويسعد لي أوقاتكم. وعندي كم حبة باذنجان، قلت خليني أجرب هذا الباذنجان مكدوس. مثل ما تكون شايفين حطيتهم بمي باردة وحطيتهم على النار وتقلتهم وخليتهم حوالي 20 دقيقة لحتى استوت الباذنجان منيح. وبعد ما طلعتها من المي السخنة لازم تحطوها بمية تلج، هيك تعطوها صدمة. ليش؟ قال مشان ما يخنق الباذنجان. شو يعني؟ مشان ما يصير قلبه لونه أسود. وبعد ما طلعتهم من المي وبردتهم رشيتهم بالملح وشلت الطربوش اللي على راسهم. وبعدين سوكت قلبهم بالملح، ولازم حصرا يكون الملح خشن أو ملح صخري. وبعدين هون حطيتهم وتقلتهم، حطيتهم بقماشة وتقلتهم بمي تقريبا ليلتين، تقلتهم بطناجر مي لأنه بصراحة هن قلال وما عندي تتقيلة. وبالنسبة للحشوة، بعد ما تصفت ميتهم كتير منيح جهزت الجوز ودبس الفليفلة وتوم، التوم كمان حسب الرغبة والملح حسب الرغبة. هون حشيت الباذنجان. هلأ ما تضحكوا على مقاسهم، تمام؟ يعني هن صح كتير كبار، ونحن متعودين بالشام انه نعمل الباذنجان البلدي الاسود يكون كتير صغير. بس قلت خليني اجرب هدول الباذنجانات، موجودين وموجودين عندي. هون بعد ما حشيتهم وصفيتهم بالمطربان وكمان ضفت لهم زيت الزيتون. هلا هون زاد عندي شوية حشوة، ضفت لها رجعت رجعت دبس فليفلة وشوية جوز. وكنت أنا مفرزة فاصوليا بالفريزة، طلعتها فكيت تلجة وعصرتها كتير منيح وحطيتها مع التتبيلة. وهيك طلع عندي مطربان مكدوس باذنجان ومطربان مكدوس الفاصوليا. وبتمنى تجربوها وتنال إعجابكم وتعطوني رأيكم، وبالعافية.